من حق الشعب الجزائري أن يعرف هذه الحقيقة المرة، عندها علاقة بالفيديو تاع قائد أركان الجيش اللواء الفريق الأول شنقريح. من حق الشعب الجزائري أن يعرف هذه الحقيقة اللي أنا بصراحة تصدمت بها وما كنتش نعرفها من قبل، يعني قبل اليوم ما كنتش نعرفها، لأنه وصلتني معلومة في غاية الأهمية والخطورة. أولا وصلتني معلومة أنه سيدة الأعمال السعيدة نغزة موجودة أو متواجدة حاليا خارج الوطن، ما هيش في الجزائر، هي في الخارج. وهذا السبب اللي خلى وكالة الأنباء الجزائرية ومديرية الإعلام في الرئاسة ينزلوا هذاك البيان اللي هو يعني سب وشتم وتهديد وكلام قبيح، كلام رخيص تاع ناس مرخص يستاهلوا يتنحى لهم السروال في ساحة شهداء ويدوروا عليهم، يستاهلوا. الآن نعطيكم التفاصيل اللي أنا ما كنتش نعرفها، خلوني نتكسر من حولي حولنا، ما كنتش نعرفها بصراحة. محزن والله محزن، وش راح نقول لكم، قسم بالله محزن. هذه السيدة سعيدة نغزة يوم 5 سبتمبر كانت في دارها في الجزائر، وكانت في البيرو تاعها، كتبت رسالة اللي قريناها إلى السيد رئيس الجمهورية. كتبتها يوم 5. يوم 6 رسلتها إلى رئاسة الجمهورية، وعندها وصل استلام رئاسة الجمهورية، لاكيزي عندها. كي نقول عندها، أنا تحصلت على لاكيزي، طبعا وثائق خاصة برئاسة الجمهورية أتحفظ على نشرها، لكن عندي، يعني اللي كذبني اللي يقول ما عندوش نوريها له. يخرج واحد من مديرية الإعلام عبد اللطيف بالقايم ولا غيره يقول لا ما كاش منها، نبول عليه لأنه يخرجها له وننشرها، لأنها عندي. لاكيز دو ريسبسيون لو 6 راحت الرئيس الجمهورية. بعد ما راحت الرئيس الجمهورية لو 6 في العشية هذيك، لو جور مام لو 6 كي راحت الرئاسة، يعيطوا من رئاسة الجمهورية السعيدة نغزة بتليفون خاص جدا من رئاسة الجمهورية، من مكتب عالي، يعيطوا لها، موش رئيس الجمهورية، من رئاسة الجمهورية، يعيطوا لها ويهدوها، وش الهضرة تاعك وهذه الرسالة وكذا وكذا وتخلصيها غالية ونديروا لكم نصنعوا كذا كذا، وتسحبي وردي بالك الرسالة هذه توصل الرئيس، ردي بالك ترسليها بطريقة أخرى، راهي وصلت عندنا وردي بالك كذا، وهذا التخلاط راك تخلطي وانتي من المافيا والفاسدين.